أولا وقبل كل شيء أتقدم بالشكر للطاقم التقني الذي أعطانا الفرصة كي نعبر عن رأينا في اتجاه ما يضرنا في هذا البلد العزيز. إذا تكلمنا بصراحة نجد على أن هناك أشياء التي جاءت في إطار التنمية المستدامة التي أشاد بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأعطت واحد انتفاثة باهتة للمجتمع المدني. ولكن هنا أنا أتكلم بصفتي أني فاعل جمعوي، أنني نجد أن المسؤولية، حينما نتكلم عن المسؤولية نقول بأن المسؤولية وهي تكليف وليست بالشريف، حيث أن المسؤولية التي تحملها هؤلاء الناس التي انتخبت من طرف الناس كانوا مسؤولية غير حسنة. لهذا أنا كنطلب وكنوجه الكلام ديالي كفاعل جمعوي أن المشاكل هي كثيرة، سواء تعلقت بالجانب الثقافي ولا بالجانب الاجتماعي ولا بالجانب الرياضي، إلا أن الأشياء اللي حاليا كنشوفوها حاليا وهي كنتكلموا على الجانب الصحي، اننا كنلقاو ان هناك نقصان في البنيه التحتيه المستشفيات، بحيث انك تعرف عده عراقيل في المواعيد ديال الناس. اضيف الى ذلك ان هناك في الجانب الثقافي ان هناك مراكز للثقافه ما عرفناش شكون هي الجهات اللي استحوذت عليها. من جهه اخرى هو اننا عرفنا المنح اللي كيعطيها سيدنا في اطار البرنامج المهرجانات اللي كتخول جمعيات المجتمع المدني، ما كنعرفوا واش فين كتصرف، واش في الجوانب ديال المنتخبين اللي هما سادين الجانب ديالهم. اضيف الى ذلك على ان هناك الجوانب الرياضيه، ان الحمد لله كاين في المغرب ديالنا مواهب وكاين طاقات اللي خصهم غير يشدوا باليد ديالهم ووصلوهم لدين. انا كنوجه الكلام ديالي للاعلاميين بصفه عامه انهم يحاولوا ياخذوا، ما تكونش غير بادره اولى وتكون بوادر طيبه من الامام باش تعمل الخير على المغرب ديالنا. والمغرب ديالنا الحمد لله هو معروف على الساحه ديالو، لا سواء الافريقيه ولا سواء الساحه العالميه بالتنميه ديالو المستدامه اللي شاد بها سيدنا. وكنطلب وكنوجه للمسؤولين اللي تحملوا المسؤوليه ديالهم، واللي يكونوا قد المسؤوليه واللي ينسحبوا من هذا المنبر. والسلام عليكم.